Hallo schön, hier ist Frau Nura. Willkommen in meinem Kanal. أنا فراو نورا والنهاردة هنتكلم مع بعض عن الساعة. Also, heute lernen wir zusammen die Uhr. طيب, هنتعلم ازاي wie kann man die Uhr auf Deutsch sagen. ازاي اقول الوقت بالألماني وازاي اسأل حد الساعة كام. لوس جيت، يلا بينا. طيب، علشان اعرف اقول الساعة لازم اكون بعرف اقول الارقام، فخلينا نراجع مع بعض الارقام بسرعة. اول حاجة عندي دي Zahlen اللي هي الارقام 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. لو انت حتى ما تعرفش ارقام ودي اول مرة بتسمع فيها الماني، فانت كل اللي عليك تعمله عشان تعرف تتكلم عن الساعة اول خطوة هو ان انت تذاكر الارقام من 1 لحد 24. تمام. وهتلاحظ حاجة صغيرة خالص ان هو زي في العربي بالظبط، احنا بنقول 21 فبقول 1 بس بشيل هنا الاس und 20 برضو في نفس الكلام في رقم 22 بقول 2 رقم 2 und 20 وهكذا في 23 و 24. يلا بينا نبدأ نشوف الساعة. طيب، الساعة كوقت يعني ايه؟ يعني مثلا انا عايزه اقول الكورس بتاعي مدته ساعتين، بيتقال عليها بقى ايه؟ الساعه اسمها ايه؟ شتوند. اسمها ايه؟ شتوند. ولو انا عايزه اقول ساعتين مثلا فهجمعها تبقى شتوندن. ناخد مثل عليها der Kurs dauert 2 Stunden. الكورس مدته ساعتين. لكن دي Uhr هي الساعة اللي بتتعلق مثلا على الحيطة الجهاز. طيب ناخد مثل das ist eine schöne Uhr. دي ساعة جميلة جدا. طيب حلو جدا. دلوقتي احنا عرفنا ايه الفرق ما بين كلمة Uhr وشتوند، وامتى اقول دي وامتى اقول دي. دلوقتي هنعرف مع بعض ازاي اسأل عن الوقت. طيب، في طريقتين عشان اسأل عن الوقت والاتنين ينفع ان احنا نستخدمهم عادي خالص. طيب، اول حاجة بقول wie viel Uhr ist es. بقول ايه؟ نقولها بالراحة بقى. wie viel Uhr ist es. دي معناها الساعة كام دلوقتي. او بقول wie spät ist es. wie spät ist es. خلينا نقولها بالراحة. wie spät ist es. طيب، الرد بيبقى هنا es ist نقط Uhr. الساعة كذا. تمام. فيبقى احنا عندنا طريقتين عشان نسأل عن الوقت. الطريقة الأولى بقول wie viel Uhr ist es. الطريقة التانية هي wie spät ist es. طيب، عشان نبقى متفقين كده مع بعض احنا عندنا طريقتين ان انا اقول الساعة، الطريقة الرسمية والطريقة الغير رسمية. خلينا نبدأ بالغير رسمية عشان هي دي اللي بنستخدمها في الحياة، واللي هي بتبقى عبارة عن ال 12 ساعة 12 Stunden. وبتتقال ازاي؟ احنا في العربي لما بنتكلم بقول مثلا الساعة 3:15، فهتلاحظ اني انا بقول الوقت وبعد كده الدقايق. في الالماني عكس كده. يعني ايه؟ يعني بقول الدقايق الاول، بقول الربع و3، وده بيوضح النقطة التانية اللي هو بتيجي منوتن الدقايق بعديها بيجي نقط الرابط يعني اللي ما بينهم، بعد كده شتوندن الساعات. طيب، في بعض الحاجات برضو لازم اكون عارفها علشان اعبر عن الوقت، زي vor وهي معناها قبل او الا، nach معناها بعد او زي ما بنقول، viertel واللي هي معناها ربع واللي هي بتساوي 15 دقيقة، halb معناها نص واللي هي بتساوي 30 دقيقة.
20 اللي هي 20، احنا لسه مراجعينها في الارقام، واللي هي برضو بتساوي 20 دقيقة. طيب الساعة عندنا فيها قد ايه؟ كام دقيقة؟ 60 دقيقة. دي شتوندة. تمام. hat 60 Minuten. طيب خلينا نرجعهم مع بعض تاني. vor، nach، viertel، halb، 20. انت ممكن توقف الفيديو وتحاول تسمعهم وتكررهم ورايا كتير لحد ما تعرف تقولهم كويس. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي هنعملها. انا لسه شارحه وقلت ان احنا بنقول الدقايق قبل الساعه. يعني ناخد مثلا هنا بايشبيل، يعني مثل 3 و10. انا عايز اقول الساعه 3 و10. طيب ال10 دقايق دي كده الدقايق هبتدي بيها. يعني ايه 10 بالالماني يا فراو؟ 10 يعني 90، فهكتب 90. طيب هي الساعه 3 و10 ولا قبل 10؟ لا و10 بعد 10. طيب احنا قلنا بعد يعني نخ، اروح كاتب 10 نخ. طيب هي الساعه 3 و10 يبقى هي نخ ايه؟ 3. يعني ايه 3؟ قلنا 3. عشان كده احنا رجعنا الارقام، فبقول 10 nach 3، 10 بعد التلاتة. طبعا احنا في العربي بنقول 3 و10، لكن في الالماني بيبقى العكس. تمام. انا دلوقتي تعالوا ناخد رقم نمرة 5. عايزه اقول الساعه 4 الا 10، فانا قدامي زي ما انتم شايفين كده. فانا كل اللي هقوله فاضل 10 دقايق على الساعه 4، فهقول احنا اتفقنا احنا بنبدا بالدقايق، فهقول 10 قبل ال4، صح؟ فور قبل 4. واضحه؟ طيب لو انا عايزه اقول الساعه 2:30 هقولها ازاي؟ افغاو انت قلت لنا فوق ان 30 دقيقه اللي هي نص معناها هلب، فانا هروح كاتب هلب. حلو جدا. طيب تعالوا نفكر كده مع بعض. من الساعه 2:30 لو مشيت 30 دقيقه هتبقى كام؟ هتبقى 3، فبكتب هلب 3. طيب اللي بعده، لو انا عايزه اقول الساعه 3:15، والله يا فراو انتي قلت لنا الربع معناها فياتل، انتي قلتي ان احنا بنقول الدقايق الاول وبعد كده بنقول الساعه. فلو كده الدقايق الاول يبقى هبتدي بكلمه فياتل و اللي هي ناخ، بعد ايه 3 يبقى 3، فياتل ناخ 3. طيب لو انا عايزه اقول الساعه 4:20 دقيقه او 4:15 يعني زي ما بنقول، كل اللي انت هتقوله هتقول الدقايق الاول اللي هي 20 دقيقه اللي هي 20 و برضو ناخ 4 فيها. جميل. طيب لو الساعه مثلا 6 الا دقيقتين، 6 الا 3 دقايق، في الحاله دي بقول ايه؟ بقول جلايش 6، هي مش فيهم هنا بتبقى 6 او جيجن 6. تمام. يعني الساعه خلاص هتبقى 6. خلينا بس نظبطها كده، نصلحها مع بعض. نكتب هنا كده gleich 6. تمام. اوكي. لو انا عايزه اقول الساعه 4:15 هقولها ازاي؟ انا قدامي اهي، هروح قايل فاضل يعني الا تلت. التلت اللي هي 20 دقيقة بنقول عليها 20 قبل 4 فيها. اظن سهلة. طيب لو انا خلينا نيجي رقم 10 بعد كده هنقول 8 و9. لو انا عايزة اقول الساعة 8 بالظبط بقول 8 Uhr، ما فيهاش اي مشكلة. الساعة 7 بالظبط 7 Uhr. هو طبعا زي ما انتوا لاحظتوا لازم نبقى بنعرف نقول الارقام كويس جدا عشان اعرف اقول الساعة بسرعة. طيب لو انا دلوقتي عايزه اقول الساعه 2:30 و5 هقولها ازاي؟ كل اللي انا هعمله ان انا هتعامل معاها ان هي كانها مثلا 2:30، وانا قلنا نص اللي هي بقول هلب. تمام. بمشي من 2:30 30 دقيقه يبقى 3، يبقى هلب 3. طيب يا فراو انت قلت لنا 2:30 و5. طيب احنا بنكتب دقايق اول حاجه. ال5 دقايق هتبقى في الاول اللي هي ال5. طيب
احنا دلوقتي خلصنا خلاص شرح الساعة الغير رسمية اللي بنستخدمها في حياتنا العامية، وده يوبونج يعني تمرين. انا مطلوب من كل واحد فيكم ان هو يحله. انا هحل معاكم دلوقتي بس اول 2 والباقي هتحلوه كهاوس اوف كابه. يعني ايه هاوس اوف كابه؟ يعني واجب، يعني اكتبها عشان تشوفوها هاوس اوف كابه. تمام. طيب انا هحل بس معاكم اول 2 والباقي هتحلوه واجب. هتحلوه فين؟ هتحلوه في الكومنتس. تمام. طيب اول حاجه عندي الساعه 3:45 يعني الساعه 4:15. احنا اتفقنا ان احنا بنقول الدقايق الاول واللي هي عندي ربع. فربع يعني انا مذاكر، يعني فياتل ربع هي 4:15 ولا الا ربع؟ الا يعني فوا 4 فيا. تمام. طيب انا عايزه اقول دلوقتي الساعه 6:30. هقولها ازاي؟ طيب نص اللي هي 30 دقيقه انا حافظ ان هي هلب، فهكتبها على طول من غير تفكير. بعد كده هعد من اول ساعه 6:30 30 دقيقه تبقى 7، يبقى هلب زياده. تمام. الباقي هتحلوه هاوس اوف كابه، وزي ما اتفقنا هتكتبوه في الكومنتات. عايزه من كل واحد فيكم ان هو يعمل ابونير للقناه ويفعل الجرس علشان لو نزل اي فيديو يلحق اللي هو يشوفه. وان شاء الله بكره بالكتير هنزل لكم فيديو ل بارت 2 ازاي ان انا اقول الساعه بطريقه رسميه. تمام. اللي هي تستخدم في الجشيفتliche Leben في الحياه العمليه. Also, das war für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und tschüss und bis bald. بتمنى لكم يوم سعيد وباي. اشوفكم قريبا.